الاوتاكو وانت قاعد مع نفسك في مره قلت ايه بطل الانمي المحظوظ قوي ده وايه بطل الانمي التعيس قوي ده؟ واحنا النهارده يا صديق الاوتاكو هنتكلم عن الحظ في الانمي. هنجيب مجموعه ابطال انمي ونشوف مين فيهم كان محظوظ ومين فيهم ما كانش محظوظ. وانت نفسك في الفيديو ده هتستغرب جدا، هتقول آية فعلا معاها حق، احنا ازاي مركزناش في الموضوع ده؟ بس لو اول مره تشوفني فانا آية سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزه وكلامه مش هيعجبك، لكن لو سمعتني للاخر هتقتنع بوجهه نظري باذن الله. مش هطول عليك يا صديق الاوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. شفتوا طموحي قل ازاي؟ انا مش طماع. ワンピースは実在する。そうだ、僕がギラだ。万歳！神羅転生レジيوش إيكيماشو. يلا نبدأ مع أول شخصية معانا النهاردة، كانيكي من طوكيو جول. هل هو محظوظ ولا غير محظوظ؟ صح يا صديق الاوتاكو، هو شخصيه غير محظوظه تماما. انا عن نفسي شايفه فكره ان واحد مثلا في اول حلقه كان انسان عادي جدا، ابن ناس متربي، كل طموحه في الحياه ان هو يخرج في ديت مع بنته، يبقى مش عارفه ايه الحياه حلوه ما بينهم، وفجاه يكتشف انها غول وتحول حياته الجحيم ده يعني، ويبقى حد كده تعيس. هو ما شافش سعاده بعد الحلقه الاولى، هو ما شافش يعني اخر الموسم الاول ده كان حزن بس وعذاب نفسي، انا كنت زعلانه له. مع الموسم الثاني اللي انا اقسم بالله مش قادره استوعبه كنت حاسه ان انا بتفرج على انمي تاني اصلا. ايه كميه البؤس دي يا اسطى؟ فانا بالنسبه لي كانيكي شخصيه تعيسه جدا في عالم الانمي. يلا نشوف مين الشخصيه اللي معانا التانية، لوفي. هل لوفي محظوظ ولا غير محظوظ؟ معاك حق يا صديقي الاوتاكو، محظوظ. لا انا بالنسبه لي لوفي محظوظ جدا من اول حلقه، والسعاده معاه عادي جدا. كون صداقه مع زورو، بعد كده لقى نامي، بعد كده لقى ياسوبو، لقى سانجي، وعدوا جراند لاين، مفيش اي مشاكل، قابلوا تشوبر، مش عارفه ايه روبن، ومش عارفه ايه، كله سعاده سعاده لغايه ما جينا بس في الارخبيل شيبوندي زعلنا شويه. بس لازم، ما احنا لازم نزعل شويه، ما هو مش هينفع كده، مش هينفع نكمل مع كميه السعاده دي. انا بالنسبه لي لوفي شخصيه محظوظه جدا في عالم الانمي، وباين جدا على مانجاكا اودا ان هو بيحبه جدا ومش عايزه يبقى تعيس. هي بس الحاجه الوحيده اللي حصلت له فقدانه الايس، بس بعد كده هو ماشي زي الفل، بيكتسب قوه، بيكسب معارك، عمال يترقى، جوائز بتعلى على راسه، وبقى يونكو، ومش عارفين هنبقى ايه بعد كده. انا بالنسبه لي لوفي شخصيه محظوظه جدا. يلا نروح للشخصيه اللي بعد كده اللي انتوا كلكم بتحبوها، تانجيرو من ديمون سلاير. خلينا نشوف تانجيرو شخصيه محظوظه ولا تعيسه. معاك حق يا صديقي الاوتاكو، تانجيرو شخصيه تعيسه. لا انا مش شايفه تانجيرو محظوظ بصراحه. يعني واحد من اول حلقه هوبا طرخ فقد كل شيء حرفيا. انت متخيل واحد مثلا، هو تانجيرو عنده كام سنه، 17 ولا 18 ايا كان، يعني واحد اتربى 17 18 سنه، معاه 5 من الاخوه تقريبا، ليه ام وكان ليه اب، وعايش في قريه كان بيلم شويه حطب. فجاه في اول يوم كده وبدون مقدمات عيلته كلها تم ذبحها، ومش بس كده، الوحيده اللي فضلت له بتتحول. وبعد كده هو ما شافش يعني مساعدات، يعني هو قرر يبقى قاتل الشياطين ويتمرن والكلام ده. بس انا حاسه ان رحله تانجيرو كان فيها تعاسه اكتر ما هي فيها سعاده، يعني هو انمي فيه تعاسه كتير يعني. فانا بالنسبه لي تانجيرو شخصيه مش محظوظه خالص، او ممكن يكون كان محظوظ باصحابه شويه. يلا نروح للشخصيه اللي بعد كده، هيبقى ثورفين من فينلاند ساجا. لا انا مش هعمل ترر ولا هعمل اي مؤثرات، هي باينه جدا. ثورفين شخصيه تعيسه للاسف، مش محظوظه خالص. ومن الحلقه الاولى، هي كل حاجه بتبدا في الحلقه الاولى. كان طفل عادي عايش في قريه مع باباه ومامته وبيلعب مش عارفه ايه، وفجاه شاف باباه اتقتل قدامه. انا لغايه دلوقتي مش بقتنع ولا مستوعبه بالتغير اللي حصل في ثورفين في الموسم الاول. هو نسي كل حاجه، هو بقى عنده هدف واحد بس، ان هو يخلص على الشخص اللي خلص على باباه، لدرجه ان هو خلال الموسم هدفه اللي هو عايز ينتقم. بس هو نسي بقى عايز ينتقم ليه، هو نسي باباه، هو نسي اسمه، نسي كل حاجه حرفيا، ما بقاش فاكر غير ان هو لازم ينتقم. طب يا اسطى انت عايز تنتقم ليه؟ مش عارف. طب انت اسمك ايه؟ مش عارف. هو بقى شخصيه دمويه جدا لدرجه ان هو في نهايه الموسم الاول زعل على الشخص اللي كان عايزه ينتقم منه ويقتله. هو زعل، هو بالنسبه له بقى الشخص ده حياته، هو ما بيفكرش غير فيه.
فيه، حتى لو كان بيفكر ناحيته بطريقه سلبيه وان هو لازم يتغلب عليه وان هو لازم يقتله، هو زعل لان الراجل ده بالنسبه له كان حياته. ونيجي بقى في الموسم الثاني، انا الموسم الثاني ده بصراحه ماشي معاكم حق، لازم يتغير، لازم مش عارف ايه، بس انا كنت بتفرج على انمي تاني، ده مش سورفين بتاع الموسم الاولاني ولا ده سورفين بتاع الموسم الثاني، ولا انا عارفه انا بعمل ايه هنا. بدا يتكلم شويه وكان اخرس في الموسم الاولاني، بس ليه التغير الشديد اللي حصل فجاه ده؟ تغير شديد، انا دماغي اتلوحت وانا بكلمك. هو بالنسبه لي شخصيه مش محظوظه خالص، لا في الموسم الاول ولا الثاني، ما قريتش المانجا بصراحه، بس انا واثقه ان هو مكمل كشخصيه تعيسه برضو في الموسم في المانجا عامه. ونروح على الشخصيه اللي بعد كده، استا من بلاك كلوفر. هل استا شخصيه محظوظه؟ لا. سوري انا قطعت عليك متعتك انك تخمن. هو مش شخصيه محظوظه من وجهه نظري. ليه؟ احنا اتعودنا ان احنا نشوف مثلا بطل الرئيسي بيكبر بقى في قوه ومش ايه وحاجات حلوه وكده، بس انا عن نفسي شايفه ان كل ما استا بيعلى شويه يونو بيعلى، يوم استا يعلى شويه فيونو يعلى، استا يعلى حاجه بسيطه فيونو بقى يسافر. يونو في الفضاء. طب مين يونو ده يا ايه؟ ده صديق طفوله استا، اللي هو الرايفل بتاعه، المنافس بتاعه. انا بالنسبه لي ما بقتش شايفه ان استا بينافسه اصلا، يونو بقى في حته هو استا مش هيوصل لها. حتى في المانجا يا صديق الوتاكو، انا ببقى عايزه اقول للمانجاكا يا اسطى انت لو عايز يونو يبقى بطل القصه تمام قول لنا، لكن ما تجيبليش استا هو البطل ويونو في الاخر هو اللي مكوش على كل حاجه، هو الكومي وهو الواد وهو الشايم وهو البت، يعني هو الكوتشينه كلها، انت متخيل؟ فانا بالنسبه لي بحس ان شخصيه استا محتاجه تلمع اكتر من كده لو سمحت، يعني رجاء لمعوا لنا البطل، اصل البطل يعني انتوا اللي جبتوه لنا مش احنا اللي طلبناه، البطل. حاسه ان انا لغايه دلوقتي يا صديقي لوتاكو ما كلمتكش غير على الشخصيات اللي مش محظوظه. عايزين نشوف حد محظوظ، تعال نشوف حد كده ممكن يكون محظوظ. يا ترى مين؟ معاك حق يا صديقي لوتاكو، سينكو من دكتور ستون. لا اللي هيقول لي سينكو مش محظوظ هقول له كذاب، انت كذاب. سينكو محظوظ جدا، واحد بالعقليه دي يبقى محظوظ، اصل طول ما الدماغ دي شغاله يبقى انت انسان محظوظ، يبقى انت هتسبق اي حد بيحاول يعلي عليك. انا عن نفسي انا ما شفتش حد عرف يعلي على سينكو في الانمي ده. هو الناس بقت بتفكر ان هي بتتغلب، سينكو بيكون هناك، هو اتغلب عليهم وراح لوحده. يعني انا ما شفتش معوقه اتحطت قدام سينكو او مشكله غير وحلها. اصل ده لو شغال احنا كلنا هنرتاح، احنا محتاجين نشغل ده يا صديقي لوتاكو، انا مش بقول لك انت، احنا كلنا يعني محتاجين نشغل دماغنا شويه ونبقى زي سينكو. فانا بالنسبه لي سينكو شخصيه محظوظه جدا في عالم الانمي. يلا نروح على الشخصيه اللي بعد كده، خلينا نشوف ميدوريا من بوكو نو هيرو اكاديمي. هل هو شخصيه محظوظه ولا لا؟ محظوظه يا صديقي لوتاكو. ميدوريا لازم يكون محظوظ، يعني واحد اتولد بلا قدرات تمام، وفي اول حلقه اكتسب واحده من افضل القدرات اللي ممكن تكون موجوده في عالم بوكو نو هيرو اكاديمي. لا ومش بس كده، انا قلت لك ايه؟ اللي دماغه حلوه وشغاله وذكي ده محظوظ، وميدوريا ذكي جدا. هو يعني اتكتب بطريقه ان هو يبقى طيب قوي حنين قوي، بس برضو كاتبه بطريقه ان هو شخصيه ذكيه. انا بشوف ميدوريا شخصيه ذكيه جدا، بيعرف يشغل دماغه في اصعب المواقف. وباكاجو برضو بشوفه ذكي، بس انا بالنسبه لي ميدوريا لو اتحط في اي مشكله حتى لو الموضوع بايظ قوي وكل هيضيع، لا ميدوريا هيلاقي حل وهينقذ الكل من الموقف. عشان كده ميدوريا شخصيه محظوظه. ويلا نروح على بطل انمي كل بيحبه، ناروتو. هل ناروتو شخصيه محظوظه ولا مش محظوظه؟ معاك حق صديقي لوتاكو، ناروتو شخصيه مش محظوظه. ايوه بعد كده اتراضينا وبقى انسان يعني حظه حلو والناس بتشوفه كده، بس انا في الاول يعني اول 200 حلقه وده مش حاجه بسيطه، انا ما كنتش بشوف ناروتو شخصيه محظوظه. بالنسبه لي واحد فقد ابوه وامه يوم ولادته، القريه كلها كانت بتعامله زي الزفت، ومش فاهم هو بيتعامل زي الزفت ليه، رغم ان هو المفروض يتعامل على انه ابن البطل. الهوكاجي تالت كان المفروض ياخد باله منه وما خدش باله منه واهمله. الناس كانت بتنفر منه، وبالتبعيه الاطفال كانوا بينفروا منه. انت لما مامتك ولا باباك ينفروا من شخص معين انت كمان هتنفر منه، لان هو ده السلوك العام. انا بالنسبه لي ما كنتش بشوف ناروتو شخصيه محظوظه، ولهذا في اي معركه ناروتو كان بيكسبها انا كنت بحس بسعاده، اللي هو اخيرا هذا تعيس هيلاقي ولو جزء بسيط من السعاده يا صديقي الاوتاكو. ولهذا كلنا بنحب ناروتو. ويلا نروح للشخصيه اللي بعد كده، حد برضو كل بيحبه، ايرين ييجر من اتاك اون تايتن. طبعا انا ولا هتر برضو ولا هقول لك هو زي ثورفين كده، شخصيه مش محظوظه خالص ومش مبسوطه خالص وتعيسه خالص. هذا هو ايرين ييجر العرابي الثائر. يعني انا دايما اللحظه اللي هو بفكر فيها لما هو بس ايد هيستوريا وشاف مستقبله قام اتصدم، واحنا طبعا مش فاهمين هو اتصدم ليه. يعني مالك يا ايرين؟ في ايه؟ فوق يا بابا في انمي عايزين نكمله.
طبعا هو شايف مستقبله وحياته وكل اللي هيحصل بعد كده، وهو بيدك الارض وبيخلص على الناس ويخلص علينا، فهو بالنسبه له دي كانت مأساة وانتهت حياته ومعش مع البنت اللي بيحبها. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه تاني عشان خاطر تقتنع ان ايرين شخصيه مش محظوظه، شخصيه تعيسه. طبيعي ايه، هنكمل في التعاسه دي، عايزين نشوف شخصيه محظوظه. هجيب لك شخصيه محظوظه طبعا، وشخصيه انا شخصيا بحبها، كونان من المحقق كونان. هتقول لي ايه يا ايه ده اتسخط لعيل صغير. هقول لك مين فينا مش عايز يتسخط؟ مين فينا كبر واتصدم وما نفسوش يعيد كره تاني ويرجع طفل؟ ها يعني ايه مش محظوظ؟ انت ازاي يعني كونان شخصيه مش محظوظه؟ واحد حتى لما اتسخط راح قعد عاش مع البنت اللي بيحبها، وما شاء الله كل الناس بتاخده جد رغم انه طفل صغير مسخوط عنده 7 سنين، بس بيحل اقوى القضايا وكل مقتنع بيه، هو بس كوغرو اللي مش مقتنع بيه. فانا بالنسبه لي يعني عايز ايه تاني؟ مفيش قضيه ما بيعرفش يحلها، مفيش مشكله بيتقف قدامه، هو كل حاجه بيعرف يحلها. ودايما بقول لك يا صديقي القتال، طول ما ده شغال خلاص انت شخصيه محظوظه. ويلا نروح للشخصيه اللي بعد كده، بطل انمي كلنا بنحبه برضو، جون من هانتر اكس هانتر. شخصيه محظوظه واللي مش عاجبه يعاركني. هتقول لي ابوه سابه، هقول لك ماشي ابوه سابه، بس هل سابه في الشارع؟ ما الولد اتربى برضو في بيت عادي في قريه وكان طالع صياد زي القمر. هتقول لي قاعد طول الانمي بيدور عليه وما لاقيهوش. هقول لك يعني بس هو تعب يعني، ما طول الانمي عمال يمرح. هتقول لي كل ما يحاول يوصل لابوه ابوه يبعده. هقول لك فكر معايا كده يا صديقي، قلت لك هو ابوه ده كان حسنه؟ انا شايفه ان هو عمل فيه معروف ان سابه اصلا. فجون شخصيه محظوظه، وبعدين هو محظوظ بكلوه مبدئيا، يعني كلنا عينينا من كلوه، فهو شخصيه محظوظه قوي يا صديقي القتال. ويلا نروح لشخصيه جديده شويه جديده، كانكا من كايجو 8. هل هو شخصيه محظوظه؟ لا ما تقوليش ده اكتسب قوه جديده يا صديقي الاوتاكو. ده واحد كان عنده 32 سنه 32 سنه من التعاسه، عمال بينظف في فضلات الكايجو عشان نفسه يبقى صياد للكايجو، وفي سن ال 32 يا عين امه قام متحول لكايجو. ولما اتحول لكايجو كان خايب مش عارف يستخدم القوه، ولما عرف يستخدم القوه اتكشف وحبسوه، ولما حبسوه قام ودوه فرقه هو ما مش عارف هو بيعمل فيها ايه، وقعد يعاني. فازاي محظوظ؟ لا ازاي؟ بالعقل كده، بالعقل، عقلك على عقلي ونفكر سوا. انت شايف ان كانكا شخصيه محظوظه؟ هتبقى مفتري يا صديقي القتال. اكتب لي في الكومنتات عركه، والله ما هسيبك، هرد عليه. هو غالبا هيبقى نفس الرد اللي انا بقوله دلوقتي. انا متاكده ان انا اقنعتكم ان كانكا شخصيه مش محظوظه. ويلا نروح للشخصيه اللي بعد كده، يوجي من جوجيتسو كايسن. هل هو شخصيه محظوظه ولا لا؟ يوجي من جوجيتسو كايسن يا صديقي الاوتاكو، انت اللي هتقول لي في الكومنتات هو شخصيه محظوظه ولا لا. بس حاول تفكر زيي، يعني انا واثقه ان في ناس كتير منكم كانوا شايفين مثلا ان كانكا شخصيه محظوظه، انا لا. وبرده في ناس منكم كانت شايفه مثلا ان سينكو شخصيه مش محظوظه لانه نام 3000 سنه وصحي لوحده والكلام ده كله، بس انا برضو بقول لك لا. فشوف مثلا انا بفكر ازاي وحاول تعرف تخميني، هل يوجي شخصيه محظوظه ولا شخصيه غير محظوظه؟ هو مقلب برضو كده عامل زي كانكا وسينكو، وانا هشوف كل كومنتاتكم وهرد عليه. ولو كملت الفيديو للاخر يا صديقي الاوتاكو شكرا جدا. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي، هتلاقيه في الديسكريبشن. وما تنساش تشوف بقى الفيديو اللي كان قبل ده على طول، هحطه لك برضو في الديسكريبشن، وتدوس اللايك فيه وتحط لي كومنت عليه، وتحط لي كومنت هنا، حط اي حاجه، اكتب اي حاجه. انا عايزاك بس تجاوب على سؤالي، يوجي شخصيه محظوظه ولا لا؟ واكتب لي برضو افكار فيديوهات اعملها لك الفتره الجايه، وقول معايا يوش ايكيموشو. ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.